واحد السلام عليكم يا احلى عائله الدياموندات. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شنو كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احسن الاحوال. ايوا راه توحشتكم بزاف. قولوا لي كي دايرين؟ كلشي بخير؟ وشنو كتعاودوا؟ وخصوصا الناس اللي عندهم الجهوي الوطني هذا العام. قولوا لي كي غاديين مع المراجعه، واش غلبكم ولا غلبتوا عليه؟ راني حاسه بكم البنات، وعارفه هاد البيريود شحال يكون فيها ديال الضغط. يا ربي تسهل عليكم والله يحيي عليكم بيبان النجاح وتفرحوا والديكم. غير صبروا وتقاتلوا، راه قد ما فات. وشوفوا، حاولوا ما تزيروش راسكم بزاف، ديروا اللي عليكم والباقي خلوه على الله. راه حتى حاجه ما صعيبه على اللي كيتقاتل، غير توكلوا على الله، نظموا وقتكم وفرحوني حتى انا يا الدياموندات. ايوا شوفوا، قربوا حدايا وسمعوا اش نقول لكم. بزاف منا باغيين يغيروا حياتهم وكيحسبوا بلي التغيير كيجي غير بليله ونهار، وخاص يكون عندك بزاف ديال الفلوس. ولكن في الحقيقه هي ان التغيير كيبدا غير من الروتين الصغير ديالك وسط دارك. اول حاجه البنات هي علاقتك مع الله. فاش تفيقي الصباح اول حاجه فكري فيها هي علاقتك مع سيدي ربي. نوضي وتوضي وصلي صلاتك في وقتها. ربي سبحانه محتاج صلاتنا، بالعكس راه حنا المحتاجين ليه ومحتاجين ديك الوقفه حداه. الصلاه هي السند ديالك فاش كتسد الدنيا في وجهك، وهي اللي كتعطيك واحد النور في وجهك كتيسر لك امورك. راه ربي غني على عبادنا، ولكن ما رحمته بينا شرع لنا الصلاه، حيت حنا محتاجين نوقفوا قدامه نخويو قلوبنا وناخذ قوه نهارنا. شوفوا البنات، اش نقول لكم هادشي، حيت صراحه بزاف منا كيمشيو غالطين. كنشوف بنات كيوضوا يصلوا بزرب بحال تابعهم شي حاجه، غير كتزرب داك الصوت نوض تقول اوف تهنيت من هاني. لا البنات، الصلاه ماشي شغل ثقيل، خاصك غير تحيديها لك باش يرتاح الضمير ديالك وصافي. الصلاه هي بلاصه اللي كنهربوا ليها باش نرتاحوا من الصداع كامل اللي دار بينا. راه فاش كتصلي وانت عاقلك في بلاصه اخرى بغا غير امتى تسالي، راه والو ما كتغير فيك حتى شي حاجه. جربي غير مره واحده، عطي راسك شويه الوقت، حطي كاع المشاكل ديالك في جنب، حاولوا تخشعوا في الصلاه ديالكم. راه اقسم بالله حق الله في داك التخشع غتحسوا بواحد السكينه لا مثيل لها. ومن بعد خدي وقتك وقادي فطورك واخا يكون بسيط. راه ماشي ضروري يكون فطور ملكي، غير كويز الاتاي وخبيز زيت العود راهم كافيين. المهم وكلي داكشي وانت مستمتعه به، وكيف ما تهليتي في صحتك تهليتي في المستقبل ديالك بواحد شويه ديال الوقت. حيت احسن حاجه تقيد ديرها لراسك هي تعلم مهاره اللي تنفعك. تطوير الذات البنات هو انك تعلمي شي حاجه جديده وتزيدي راسك لقدام. دابا تبارك الله راه كلشي كاين في التليفون، تعلمي مونتاج، لغه او اي مهاره كتميزك وتخليك شي حاجه نادره وغاليه وعندك استقلاليه. اش نقول لكم فهمتوا اش نقول؟ هاد الهضره كنقول لكم طوروا من راسكم، حيت فاش كتعلمي مهاره جديده ثقتك في راسك كتزيد، كتولي تحس بلي عندك ما تقولي وما كتبقايش تستنى شي حد يوريك شنو ديري. كتفتحي يبان راسك. تقدر هاد المهاره بحال المونتاج او التصميم، المهم اي حاجه علمتها تولي هي خدمتك المستقبليه وتجيب منها مصروف وكنت غير من دارك. عقلك كيكبر، ما تبقايش تعمري راسك غير بالخاوي، كتولي انسانه واعيه وعندك نظره اخرى للحياه. وباش تدير قدام خاصك تنقص شويه من البنات اللي كيهضروا غير في الخوال الخاوي، حاولي تنقصي منهم. حاوطي راسك غير بالناس اللي كيشجعوك، وديري تصفيه شويه المواقع التواصل ديالك، تابعي غير اللي يفيدك. راه فاش كترتاحي مع الصداع وكتركزي غير على راسك، راه واحد الراحه نفسيه كتطمك في وجهك. تما غتفهمي باللي الزين الحقيقي نابع من الداخل. فاش تكوني نقيه في قلبك وطموحه وجهك كيبان منور، كوني حنينه على راسك وشجعيه وقولي اليوم حسن من البارح وغدا غيكون حسن ان شاء الله. الحياه البنات راه قصيره، ما تضيعوهاش نتوما كتسناو شي حد يجي يغير لكم حياتكم. نوضي انتي صلي صلاتك وتهلاي في راسك وفي قرايتك وكوني ديما متالقه. وبعد هضره زوينه كنكون وصلنا لنهايه هذه الحلقه. صراحه الوقت معكم كيدوز طاير وما كنسخرش بكم. كنتمنى من كل قلبي ان هذا الموضوع يكون وصلكم واستفدت منه ولو غير شويه. ولكن باش نبقاو مجموعين نزيدو نهضروا اكثر، دخلوا عندي الانستغرام حكايات اكرام اللي غتلقاو محطوط في اول تعليق. تما كنكون قريبه لكم اكثر وكنشارك معكم كواليس والحوايج جديده ديال نهاري. كنبغيكم بزاف، تهلاو في راسكم. السلام عليكم.